ما يكون في زحمه والناس تقف وكده، متهيألي كده افضل بكتير ان يبقى انسان قاعد ومرتاح وبس بيدفع فرق السعر، فرق راحته. بصراحه 3 جنيه بما اني انا مرتاح مش مشكله يعني، لاني باخد على قد المبلغ ده باخد كواليتي عاليه في الركوب، تكييف ومقاعد نظيفه ومش متقطعه، فانا شايف انه مفيش مشكله يعني، المهم اني اكون مرتاح في قعدتي. نفس الستايل موجود في لندن اللي هو الاتوبيس من طابقين، وبرضه حتى نفس اللون احمر يعني، ففكره جميله قوي يعني بقينا زي المدن العالميه الثانيه. لا هي ممكن يعني تنتشر، تبقى موجوده في اسكندريه، يعني مش في كل المحافظات، مش تبقى موجوده في كل المحافظات، تبقى في اسكندريه، في القاهره، في المحافظات اللي هي تبقى فيها سياحه، محافظات سياحيه. البدايه هو الخط اللي احنا بدانا بيه راس التين المنتزه. السعر الاساسي للتذكره 5 جنيه. هيكمل المشروع ان شاء الله الى 31 سياره خلال عام ونصف. كل تلت ساعه في عربيه بتمر على المحطه. السقف هيبقى متحرك، يغلق ويفتح بمعرفه السائق بالكهرباء، وده صيفي لتشجيع جمهور اسكندريه والمصطفين لرؤيه اسكندريه. عندنا اتوبيس بدورين في اسكندريه، فرحنا عقبال ما نشوفه في القاهره هيحل ازمه جديده كبيره في المرور. حاجه جميله قوي سياده المحافظ. هو احنا عاملينه ده على اساس ان هو سياحه؟ لا مش سياحه، لا. هو الفكره بدات ازاي؟ بدات ان احنا في ازمه مروريه دلوقتي في القاهره واسكندريه، يعني بدا فعلا في زحام مروري. بنقلل من حجم العربيات اللي موجوده في الاسكندريه. يعني انا دول اتوبيسين في اتوبيس لا واخد نفس الحيز. دول 30 اتوبيس. كل اتوبيس 2 ف 30 اتوبيس، يعني عندنا